أحيانا يصادفني على التيك توك أو اليوتيوب أو حتى على الفيسبوك مقاطع شباب أصواتهم حلوة بالنعي، ينعون، أصواتهم حزينة، يعرفون شلون الطور النعي. أهل الجنوب يعرفون بالضبط شلون أطوار النعي حزينة تكون، فأصواتهم جدا حزينة ومؤلمة، ولكن يستخدمونها للضحك، للسخرية، يعني ما للاستهزاء، خصوصا الأطوار النسائية الحزينة. هذا أشوفه شيء قبيح وشيء غير محبذ، واعتبره يعني استهزاء بشيء مقدس. الحزن العراقي حزن مقدس، فما يصير نتعامل وياه بهاي الطريقة السخيفة، بهالاستهزاء السخيف هذا. اللي أصواتهم حلوة خصوصا بالنعي، حرامات يستخدمونها بهاي الطريقة الغير لائقة. الحزن العراقي مقدس، فلا تشوهونه بتصرفاتكم السخيفة.